بعد ما انتهيت من قراءة هذه الرواية أحببتك أكثر مما ينبغي للكاتبة أثير عبد الله النشمي. صراحة الرواية تلامس شغف القلب والمشاعر، يعني صراحة ما تقدر اللي يبدأ بيها ما يقدر يتخطاها، وما ممكن إنه يبقى إنه أكثر من يومين أو ممكن بيوم واحد إلا أن يقرأها كاملة. الأسلوب شيق جدا، أحداث متسلسلة، الكاتبة متمكنة صراحة، وهي يعني إن كتبت الرواية بصيغة المتحدثة، فالأسلوب شيق جدا. هي أكيد طريقة يعني الطرح أو القصة مو بالجديدة يعني، بس أكيد أنتوا فاهمين يعني لكل كاتب أسلوبه وكلماته وطريقة إنه جذبة للقارئ. فهذه الرواية بصراحة جاذبة جدا، يعني بطريقة سردها. أنا ما قدرت يعني أتخطى خلال يومين صراحة، يعني البارحة بحدود 6 ساعات واليوم ب6 ساعات تقريبا. اندمجت بالقصة جدا وما كنت أقدر أنه أتركها إلى أن أكملها. الرواية تتكلم عن التعلق والشغف بالشخص الآخر، بحيث أنه هذا الحب اللي يتملكك إلا أنك تقدر تتخلص منه ولا تقدر تتخطاه ولا تقدر أنك تعيش وياه. يعني طريقة محيرة، تشعر أنه أحد الطرفين هو مريض بطريقة ما، والمبرر لها الحب. ما أعرف هل هو الحب فعلا أنه هو قاسي بهذه الطريقة. والأدهى أنه انتهت الرواية وخلتنا الكاتبة بنهاية مفتوحة وقلبنا على البطلة. القصة حلوة تستحق القراءة، خاصة لمحبي هذا النوع من الكتابات. أنا كثير حبيتها صراحة، وأدعو له محبي القراءة أنه يقتنوها. وأنا أعتقد أنه هي هذه الرواية